سبب وتفاصيل وفاة الإعلامي أحمد الحسن في بغداد. نشرت وسائل إعلام عراقية رسمية مساء يوم الجمعة تفاصيل وفاة الإعلامي أحمد الحسن في بغداد، والذي يعتبر من أشهر مقدمي البرامج الإنسانية في العراق خلال السنوات الماضية، إضافة لوفاة الصحفي مصطفى غزوان الصراف. وفاة الإعلامي أحمد حسن وصديقه جاءت نتيجة حادث سير وقع على الطريق السريع المؤدي للمطار في العاصمة العراقية بغداد، حيث عم الحزن الوسط الإعلامي المحلي لما لهما من شهرة واسعة، إذ أن الإعلامي أحمد الحسن يقدم برامج تلفزيونية، وآخرها برنامج أول حلم على عدة قنوات عراقية. وقال مصدر عراقي أن الإعلامي أحمد الحسن وزميله توفيا بحادث سير مروع نتيجة تصادم عجلتين بالقرب من جسر القادسية جهة الخضراء وسط بغداد، مضيفا أن الحادث نتيجة السرعة الشديدة وأحد المركبات كانت تقود عكس السير. إن لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الفقيدين وألهم ذويهما الصبر والسلوان.